حطي فصوص الثوم على نص البطيخة، وتعالى اقولك بقى يا ست الكل على فكرة جديدة وعبقرية معظم الستات ما تعرفهاش. بجد اتندمت ان ما كنتش اعرفها قبل كده. لو لسه بتشاهديني يا ريت اللايك الحلو منك، وما تنسيش الاشتراك في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. كتير مننا يا جماعة بيجيب البطيخة وممكن كمان يستعمل مثلا نصها ويسيب النص التاني في التلاجة ولا حاجة، وممكن يجيله مشوار يخرج يقعد يومين برا او حاجة، تقعدي مثلا يومين او حاجة برا، فانت عايزة تحفظي البطيخة جوه التلاجة. فهتجيبي بس ايه فصوص التوم صحيحة، لازم تكون معاكي صحيحة علشان ما تعملش اي ريحة ولا اي حاجة. وهتحطيها كده في البطيخة، في نص البطيخة على الوش كده زي ما انت شايفة، وبعد كده بتحطيها في التلاجة. ده بيحفظ البطيخة معاكي لمدة من اسبوع ل10 ايام. فكرة وطريقة متجربة كذا مرة يا جماعة. وما تقلقيش من ريحة التوم، هو مش بيعمل ريحة خالص طالما ان هو مش مهروس. التوم هيبقى صحيح، وهتحطيه على وش البطيخة كده وهتغرسيه. هتسيبي نص البطيخة هيبقى معاكي في التلاجة من 10 ايام، من اسبوع ل10 ايام. هتعيش معاكي ومش هيجرى لها اي حاجة، وكأنك هتكوني لسه جايباها النهاردة. لو فكرة النهاردة عجبتك يا ست الكل، ما تنسيش اللايك الحلو منك وما تبقيش بخيلة. وكمان لو مش مشتركة في القناة يا ريت تشتركي في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة، وافكارنا كمان افكار جديدة وعبقرية وبجد هتفيدك جدا في بيتك، وهتوفر عليكي فلوس كتيرة قوي، وهتحافظي على حاجتك كل حاجة من المطبخ. اشوفكم على خير، مع السلامة.